ايه علاقة نظرية اللون بصورة زي دي؟ الفوتوغرافر هنا استخدم نظرية اللون بان هو استخدم الخلفية بلون مكمل للون العنصر بتاعه اللي هو الليمون. الاصفر والبنفسجي لونين مكملين لبعض، فاختار درجة بنفسجي هادية شوية عشان يدي بالانس كده بين قوة اللون الاصفر وقوة اللون البنفسجي، وكمان اتجاه الضوء عمل انعكاس للون على العنصر نفسه، فأصبح الظلال الأصفر كمان مدموج فيها البنفسجي، فادتني درجة من درجات رماديات البنية عشان تديني ظلال لذيذة على العنصر بتاعي. وده اللي احنا هنحاول نطبقه دلوقتي على عنصر الطماطم، ونشوف ازاي ممكن نطلع ثمرة زي دي بدرجات ألوان أساسية معايا والألوان المكملة ليها. يعني بمعنى أصح، لو أنا عندي عنصر لونه أحمر أنا محتاجة أعمل له ظلال مثلا، هعمل له ظلال بإيه؟ طب هعمل أماكن الإضاءة بلون عامل إزاي؟ الفكرة كلها إن أنا عندي أكتر من اختيار، يا إما يعني عندي بس ألوان متقاربة، عندي ألوان متجاورة، عندي ألوان مكملة. فاللون المكمل للون الأحمر في دايرة الألوان أهي فوق، اللون اللي قصاد الأحمر على طول هو اللون الأخضر، فأنا هستخدم اللون الأخضر عشان برضو ده هيديني درجة من درجات الرماديات البنية عشان يعمل لي الظلال اللي موجودة على العنصر بتاعي. فهبدأ إن أنا هشتغل عن طريق اللايرز، هعمل طبقات من الألوان، طبقة لون أخضر فاتح وهبدأ على أساسها أكمل اللون العنصر الأساسي اللي هو اللون الأحمر، بحيث إن هو يديني أكد على لون العنصر اللي هو الأحمر، مع أكد عليه برضو إن هو أحمر مش مشبع، مش أحمر صريح، لأنه مش في كل العنصر هيكون أحمر صريح، ده حسب اتجاهات طبعا من الإضاءة والظلال اللي هتبقى موجودة على العنصر اللي احنا بنشتغل عليه. ومن هنا ببدأ أأكد على نفس الفكرة في أوراق الطماطم نفسها باللون الأخضر. طب أنا دلوقتي استخدمت لون أخضر، عمري في حياتي ما هستخدم مثلا زرع أو نبات في الطبيعة هيكون لونه أخضر واضح وزاهي قوي، ده هيكون زرع صناعي على أغلب الأحيان، لأنه مش بيقدر وهو بيصنع البلاستيك بتاعه إنه هو يضيف درجات من الأحمر تديني هدوء شوية للأخضر وتديني شكل طبيعي أكتر. لو عملنا تأمل للعناصر دي في الطبيعة هنكتشف نفس الفكرة كده بالظبط، هنكتشف ان الأخضر عمره ما بيكون ناصع قوي وزاهي، هيكون فيه ولو قطرة بسيطة من الأحمر سبحان الله عشان يديني طبيعي واقعي. احنا بنشتغل بالطريقة دي، الأخضر بنغمقه بأحمر والأحمر بنغمقه بنعمل عليه ظلال بالأخضر. دي الفكرة ان احنا بنشتغل. ممكن نشتغل كمان بدرجة تانية اللي هي البنفسجي، وده لون هيكون